يلا مسا مسا معانا سيف. يعني تقريبا مقدمة اكورد فشخ. ما هي بص، هي بجد مناسبة للعشوائية بتاعت بكلمك بمنتهى الأمانة، هي مقدمة اكورد فشخ. ما هي بص، انا عاملها كمقدمة كده قريبة من فيلم الفرح. ميسا ميسا وبتاع، عارف انت محتاجين نبطشي، فاهم؟ اه، ما انا عاملها احنا كده بشكل عشوائي. فايه اكتر شيء عشوائي يعني ممكن انا شبه. حاسس انا محتاجه صاحب مغني مهرجانات يقعد يمسي عليا في اخر كل مهرجان، بجد هنبسط قوي. احس خلاص انا مش عايز حاجه من الدنيا، انا اسمي مسحراتي. اتكتب تاريخ، فاهم؟ اه، مسحراتي. او مسحراتي مثلا. انا زمان انت كنت بدي ربع جنيه ولا حاجة عشان اسجل اعمل معايا اصلا. مجرد ده اسمي بس، هو مش في الشارع اللي هو ياه ودي. انا الفكرة ان انا حاليا اتلخبطت بقول له اسجل معاه انا نفسي، انا عايز اقول لك واحده من احلامي اللي حطيتها في التو دو ليست بتاعتي، ان اه، انا قاعد حلمي بكره في اوضه ما شغلوش حاجه غير مهرجانات كانت كريستيانو، اوري له الطرب الحقيقي. وفكرني مين ابيو كان في تراك كده كان بيقول مشغل حلمي بكره مهرجانات. اه يعني اشغله كريم كريستيانو، اقعد انا وهو نتفرج على فيلم مواطن ومخبر وحرام. انا بحب الفيلم ده فشخ. لا مشفتوش ده للاسف، ممكن عدى عليا. مواطن ومخبر وحرامي كان بطولة شعبان عبد الرحيم، خالد ابو النجا خالد ابو النجا وصلاح عبد الله. فيلم عبثي بجد بقى، يعني ده فيلم عبثي، انت قاعد بتتفرج على عبث. ابقى اشوف، اعتقد عدى عليا. طالما في خالد ابو النجا، انا خالد ابو النجا ده حرفيا شفت له كل حاجه، فاعتقد عدى. بالنسبه بقى لمسحراتي، انا كنت فكرت فكره ما قبل كده، ان احنا ممكن نعمل فيلم وثائقي كده عن المسحراتيه. هما ليه والله يا بيشتغلش؟ اسطى يعني مش عارف بصراحة، هو حياة المسحراتي كشغلانة هي شغلانة غريبة، يعني ده لو اعتبرناها كشغلانة. اصل انت بتظهر كل يوم من السنة للسنة، انت بتعمل ايه بقية السنة؟ والفكرة هو بيكسب ازاي؟ يعني ايه الفلوس اللي بيكسبها؟ مثلا بيوديها فين؟ ولا هو ازاي اصلا بيكسب فلوس من شغلانة زي كده؟ ما اعتقدش بصراحة ان هو بيكسب فلوس. هو بيشتغل ايه؟ ده المريب. يعني غالبا بيكون بيشتغل حاجة تانية بره كروب مسحرات، عنده حياة تانية بره فكرة ان هو مسحرات. تخيل في عاملين جروب كده زي جروب اتحاد تخيل الملاك. تخيل تخيل لو المسحراتي مثلا شغال في تليجرام بس. فاهم؟ يعني يبقى مسحراتي بالليل، فاهم؟ ينام يصحى الصبح ساعة الصيام، يضرب الحتة الاير جوردن ويطلع على الشفت. آه مثلا العميل يقول له جود مورنينج، مش عارف اي حاجة، تمام. بعد كده يقول له كول مي ووتر وايت مثلا. مثلا فيغنيها له. تخيل مثلا المسحراتي بعد ما يخلص يطلع يوم الوقفة، مش يوم الوقفة، هو قبل الوقفة في يوم، يعني خلينا نتخيل المسحراتي ده يعني، فاهم؟ يطلع يستبح مع صاحبته في الزمالك عادي. ثانية اعتقد برضو انا شفت مسحراتي مسحراتي مدياله بالفعل في زيادة في الزمالك. الاشتراكات ممكن. بيعمل ايه؟ هو كان بس بيعزف على هرمونيكا باين. التطور. حرفيا. بيعزف على هرمونيك، هو في الزمالك، اه، يعني مستني منه ايه؟ اصل بياخد ب 300 جنيه بقى، مش بياخد مش زي ايه. بياخد رباع يعني، فاهم؟ اه، انقرضت دي. ممكن. يعني بجد تشجعتني ان انا اخد حاجه زي كده. هتعمل ايه بالظبط؟ هجيب هارمونيكا واقعد ناس في الزمالك. انا عملتها بالفعل. اجي جنب اي عيل وصاحبته قاعدين بيعطوا واسحر جنبهم، او اشجعه مثلا، ممكن اقول له ادي جامد مثلا. انت عشا كينج هتاخد اسماء كابلز، مش هتاخد اسماء بني ادمين. مثلا، اقول له عشا كينج يعني. هتاخد اسماء عايز من اقول لك ايجيبت بجد، مثلا. عايز اصحي يا اشتغل اقول لك على هانيا، حاجه اصحي يا رانيا، كده فاهم. مثلا.
يعني عايز اقول لك اصلا على حاجه، يعني بدايه نزول الجيم من كتر كميه الموينج اللي العيال دي بتطلعها، من كتر كميه العاش. انا كنت متخيل ان هم مثلا لما يجوا يحبوا سكس يقابلوا بعض عاش بجد، بس في النص كده فهو عاش من 10 ورا يا ريس. لا لا، يقول لك مثلا مش هيقول لك عاش، واحد في جيم في مدينة نصر هيقول لك عاشر عاشر عاشر. لا وحش وحش ريس. موافق كل والله يا اسطى مدينه نصر بجد، يعني مدينه نصر هي جهنم محتاجة على الأرض. تحرق. بامانه يعني انا بقالي اهو اسبوع بروح مدينه نصر بشكل متواصل، جهنم على الارض. ما بقول لك محتاجة تحرق. ما يعني مدار الساعة تقريبا كل ما بيتملي بيقول علم المزيد. حرفيا. هو بجد يعمل يا ايه اسطى ده الساعة؟ كان سيء، يعني نفسي اعرف الناس اللي عايشة في مدينة نصر عايشين ازاي. تعرف ان انا عمري ما شفت حد من مدينة نصر فوق 30 سنة؟ انا كل اللي بشوفه هو 30 لعلمك. يعني من مدينة نصر اللي هو اتولد وترعرع في مدينة نصر. لو كده لا ما شفتش بصراحة. يعني تقريبا حتى ما عندوش ال 20، يعني كل اللي بشوفهم في مدينة نصر جيل جديد. اه، يعني تقريبا مدينة نصر مكان مستحدث اصلا. ما بالفعل دي عارف كلها انت صحراء. بجد. هي لسه كانت بتتبني. انا فاكر بالظبط من حوالي 3 سنين اما كنت بروح كانت الكباري دي كانت لسه بتتبني. كان الكوبري ده اللي يعني هو الكوبري اللي عند كلية الازهر ده كان لسه بيتعامل اصلا. والله يا ابني مدينة نصر من ساعة ما وعيت على الدنيا وهي لسه بتبدأ اصلا. هي كلها كباري. يعني الفكرة ان مدينة نصر اتأسست امتى يا اسطى؟ بعد ثورة 23 يوليو قالوا نعمل اه، مدينة جديدة، فاهم؟ بعد ثورة 23 يوليو. هي ناقصها حاجة واحدة، ناقصها نادي. نادي؟ اه، ما عندك النادي الاهلي. طب ما انا عارف النادي الاهلي، انا بتكلم كنادي يمثل مدينة نصر كمجتمع. نادي فريق مدينة نصر. مثلا يدخل النادي النصر الدوري. المصري. بص مش متابع دوري مصري، فممكن تلاقي ممكن يكون موجود لا فعلا. لا 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 يعني لا مش قصدي، بس نادي النصر المصري اللي هو نادي من مدينة نصر، يعني هيبقى اسمه ايه؟ فعلا. او فرع مثلا متوقع والله ان لو اتعمل نادي لمدينة نصر هنلاقي العيال كلها عاملة شعرها مولد، نازلين يلعبوا بجوردن. لا، او يفكرون نادي النصر السعودي كريستيانو بقى ومش عارف ايه ممكن نادي النصر السعودي فعلا يبقى من مدينة نصر عادي، مش هستغرب. اتوقعها، بس الاغلب اللي هناك سعوديين مش عارف ايه، اغلب خلايجة. اللي هناك بتاع ده وافدين عامة، يعني مش شرط اه، سعوديين. يعني بتعامل مع ناس باكستانيين هناك عادي. انا لسه من كام يوم كنت في فرع فودافون، كل اللي هناك مغاربة. كل اللي هناك ما بيعرفوش يتكلموا مصري، يعني بتضطر تتكلم لغة عربية فصحى. او بيتكلموا لغات تانية بقى. والله يا اسطى يعني انا الفترة دي انا مركز على شخصية السرسجي اللي عندي بصراحة، لان الشغل طالب مني ده. ما حقك، ما اصل ايه، انت بتتعامل في محل فاللي هو. انت بتتعامل في مول السراج بعيدا عن المحل، انا بتعامل في مكان النسخة المصغرة من شارع ابو عزيز، فاللي هو عايز اتعامل كويس شوية، بعدين ابدا اتعامل في شارع ابو عزيز بجد بقى. تعالى تنورني. وكاركتر، وكمان السحلة اللي هتلاقيها دايما في شغل الشوارع كاركتر الدكر. على فكرة الموضوع ده مش منتشر قوي برضه. يعني في مول البستان الكلام ده مش موجود. ايه في مول البستان الكلام ده مش موجود كتير. مثلا، بس يعني كاركتر الدكر حرفيا تقريبا بيهدم وجهة نظرك، يعني مش بيهدم وجهة نظرك عن الرجولة، بيخليك تصححها. ممكن. لان فاهم يعني هو كاركتر صعب بصراحة، يعني فكرة ان انت مطالب منك ان انت تبقى كائن مجعبد كل حاجة في الحياة، تمشي الدنيا كلها على مزاجك، على طول مكشم، ماشي تيم في خلق الله. ما هو بالظبط. ما انت بص، لا كده لا كده. ما هو الاحترام ما بيجيبش نتيجة هناك، ودي حاجة يعني لازم تعيش معلم، ودي حاجة ما بحبهاش بصراحة. نفس اللي هو بتفرض قوتك. بالظبط. طب عارف قابلت مين هناك وبقى بيعدي علينا كتير مين؟ وبشوفه تقريبا بشكل شبه يومي؟ اديداس. بتاع 5 باكو ده. فاكره. فاكره. عنده محل موبايلات، بشوف كل يوم حرفيا. المحل اللي كان بيعمل فيه فيديوهات ده ومش عارف ايه.
فاكره. دي حاجته من عندنا. تمام، بس عرفت فين المحل بتاعه. انا عرفت ان يوم ما هحب فايرال في اي حاجه هروح يمين خلاص. 5 باكو يا صاحبي. مش لاقي عليك الجرافيك ولا لاقي عليا. اقعدش على بعضين. انا بلعب كاركتر السرسجي ده في المحل وفي المنطقه بالعافيه والله. لا مش محتاج العبه في المحل، اعمله في المحل، ايه في اسمه ده، في المنطقة عندي. فكرة اصلا انا خايف شخصيتي جوه الشغل تطبع على شخصيتي الحقيقيه. انا فاهم بس انت دي كده حاجه مرعبه يعني مش هكلم امي اروح شاخر لها في نص الكلام. بص انت موضوع الشخير ده كده هيطلع غصب عنك. لا انا محتاج طقم. بص ياما انا جبت لك طقم جرابات كسكسي على حمصي. باي ذا واي الكسكسي على حمصي ده ده الاسم التجاري للجرابات الحريمي. اصلا درجات الوان البينك، درجات الوان الازرق اللي هو بيبقى من اول البيبي بلو. ما تسالنيش ليه، انا عرفت ان هو اسمه بيبي بلو. لا دي سمعتها في مسلسل كده ليلي شريان باين او حاجه زي كده. فاهم اللايت بيربل والبيربلز عموما بكل اشكالها. طلب جالي زبون متصرب عليهم اصلا. انا عايز طقم جرابات كسكسي على حمصي. اديت له ايه؟ ما بردتش، قلت له يعني والله وانا عايز اعمل الحاجه. انا نفسي في طقم كسكسي على حمصي والله. محتاجه من الحاجه والله يا ابني. فاهم يعني خصوصا ان انا طالع من مصيبه في الشغل. انا عامل مصيبه في الشغل وبدفع ثمنها يعني بدفع ثمنها مجهود. انا بيتم استعبادي بس انا كعبد ما اقدرش اتكلم ان انا ما اقدرش اعترض حتى. ما انت بتعمل اعترافك كبث مباشر من عندي وفرصتك هتوصل متقلقش. انا بيشغلوني 12 ساعه و2000 ونص كتير عايز اعملها. اول دراسه فيهم ايه علاقه الالحاد والجنس يعني. او كل البشر بمعنى صح، بس دي طبيعتهم. لا بس يعني فكره ان كل البشر، انا بشوف 6 اوفر ريتد بصراحه، ان الناس حاطه 6 في مكان اكبر من حجمه. بس يعني كل البشر كل واحد بيحاول يكنترول على الموضوع. الملحدين لا بس الفكرة ايه عندنا حتى في القرآن برضو كمان، يعني اللي هو مذكور اللي هو اكتر حاجتين كنعمة عندنا اللي هما الفلوس والشهوة. شهوة الاكل، شهوة الفلوس، شهوة الاولاد اللي هو الجنس يعني. فده شيء اساسي فشخ. بس ايه حاليا ما بقاش يعني شيء اساسي ان كله. والله بص يا اسطى، يعني عمي مينا صاحب الشغل دايما بيبص لي ويقول لي بعد ما ياخد موقف عميق، يعني عمي مينا في الكاركتر هو كاركتر يستحق الدراسه. يعني يا رب الحلقه دي ما توصلوش عشان مش ناقص. انا لسه عامل له كارثه. قال لي يعني انت اول 4 ايام ولعتني بالضبط ب 300,000 جنيه، المره الجايه هتعمل ايه؟ قلت له قنبله. يعني انا ناوي احنا بنحرق الاسعار حرفيا. صاحبي اللي مشغلني كان هيضربني بسبب حاجه واحده. ليه؟ بعد يعني في نص الحوار واحنا سهرانين في المحل قلت له بس احنا بضاعتنا اون فاير. حقه بصراحه، حقه. انا هيبقى حقه مش هقدر اكمل. بضاعتنا اون فاير يا اسطى. عايز اقول لك يعني انا بايت في مول، تمام، بايت سهران مطبق بقالي كام يوم. فانا كنت واصل لمرحله اللي انا بقيت بشوف هلاوس. لا وكمان يالا السهر بيديني حته بارانويد شويه. ان كل ما حد بيعدي انا ببدا اشك فيه. الناس كلها تحت موضع الشك. كلكم لازم على ذكر الموضوع ده. في اول يوم تاني يوم لقيته قاعد يا اسطى جاي بيكلمني، وكنت شغال بعمل حاجه في المخزن. فمسؤول شيل وحط كراتين وبتاع. موفر عليا اشتراك الجيم بس واخد مني 12 ساعه من حياتي من يومي لحد ما اموت. يعني انا حسبت حق الحاجه اللي انا عملتها. انا لو هشتغل له ببلاش هقعد 10 سنين. 10 سنين شغل ببلاش. استعباد قصدك. ناقص ايه مثلا؟ اودي له الاولاد اودي الاولاد الحضانه ارجع
يا اسطى تاني يوم قال لي عارف اهم حاجه في الحياه الاحترام. احترامك لاهلك، احترامك لاصحابك، احترامك للناس اللي شغاله معاك. قلت له صح يا عم مينا، حصل. بس انا ما بحترمش الموظفين بصراحه، يعني انا صاحب شغل مش بحترم الموظفين. الموظفين عندي ولا الفلوس فلوس. قال لي صح، بس اهم حاجه في الدنيا الاحترام، لازم برضه تحترم موظفينك وتعمل تقديرهم وبتاع. قلت له صح يا عم مينا، خلصان يا عم مينا اللي انت شايفه. قال لي وانا مش جاي مني في احترام. خلصان يا عم مينا اللي انت شايفه، اللي انزل انت. عم مينا بيلمح لك. فكرة اصلا ان هو بجد يعني الراجل ده انا بحبه بصراحه، يعني نو ده كده 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 نو هومو. ما مضانيش على اي حاجه، فاهم؟ سابني حر طليق كده. او ممكن ده فخ. ايه او ممكن ده فخ. يا والله ممكن، ومش هلومه بصراحه لو ده انت بس استنى يكون في مرتب ولا حاجة اخر الشهر، ممكن ما يتقبضش اصلا. مش هقدر. لا يا عم بيديني فلوس، روق عليا النهارده اداني 500 جنيه. قال لي امسك دول. قلت له ليه؟ قال لي امسكهم بس. قلت له مش محتاجهم. قال لي امسكهم بعدين نتكلم. مسكتهم. قال لي خليهم معاك. قلت له حاضر يا عم بينا اللي انت شايف. لا يا جدع بصراحة. الحمد لله والله يعني. يعني بجد انا نفسي ابقى عم مينا لما اكبر. الراجل ده بشوفه بقول نفسي ابقى الفكره اصلا ان هو شكلا هو نموذج لكاركتر عارف انت المدير البيج بيني اه اللي هو بيبقى مليان فشخ وعلى طول مدخن وعلى طول حرقان متعصب دايما. عايش الاربعينيه فيهم نسخ معلمين كده اشكالهم غريبه، بس الشباب كلها اللي في سن ال 30 وعملوا بيزنس ونجحوا فيه وبقوا معلمين او مانجرات كلهم هتاخد بالك ضاربين جيم، عاملين تاتو، لبسهم تحسهم عيال الناس طالعه من GTA. بيروحوا الساحل. بيروحوا الساحل، بيروحوا مراسي، بيعملوا ايه تاني؟ بيروحوا دهب، بيرتبطوا ببنات صغيره يومين ويسيبوهم. بينزلوا على حوار جيم. الحفلات ده، فانا بحضر حفلات كتير فشخ برضه يعني فمش لازم. والله مش انا يعني لا انا بالنسبه لي موضوع الحفلات لو مجمع اللي هو حد كلمني ان انا اروح قشطه. الفتره دي انا محروم من الحفلات اصلا. ما انت محبوس يعني. انا عامل كارثه. طب مش عايز انت اقول لك محروم من انت كل حاجه. الشغلانه اللي انا شغالها بجد جايبه لي انزايتي وجايبه لي UCD بشكل من الناك. يعني انا يا اسطى بنضف الحاجه ابقى انضفها مرتين. اي حاجه بنضفها مرتين. بمسك الحاجه اللي لسه ملمعه من التراب بحس ان هي مطربه فانضفها تاني، فاهم؟ بقى لو انا اللي قافل باب المخزن بتاكد ان باب المخزن مقفول 3 4 مرات. ما بعد اللي حصل ده تتاكد من كل حاجه. والله لازم اتاكد انا لابس بوكسري ولا لا، فاهم؟ بس يعني واي ماشي يعني ادينا بنتعلم، فاهم؟ محدش بيتعلم ببلاش. بس 300 جنيه يعني 300,000 جنيه على كتير قوي قوي. لا بجد قوي يعني كتير بشكل مبالغ فيه. اكيد دول بالمكسب يا ابني. ايه؟ اكيد دول بالمكسب. لا يعني ده حق البضاعه صرف. ما تباعوش، كانوا لسه يترصوا. انا عايز اروح ايطاليا. اشمعنى ايطاليا؟ بص، اول حاجه ايطاليا قريبه فشخ لمصر، فانا هعرف اتاقلم شويه كاماكن كطرق ومش عارف ايه. تاني حاجه كاكل، انا اصلا من زمان ما بحبش اكل، اكتر حاجه بحبها اكل ايطاليا وكده. وبابايا اصلا كان شيف وكده، فبالنسبه لي بحب، وكان بيعمل اكل ايطاليا وكده، فانا بحب الموضوع ده. بلد الملكه. بالظبط. حرفيا ايطاليا بلد الملكه. تعرف ان انا مره حلمت ان حصلت حرب ما بين ايطاليا والمحله؟ ومين اللي فاز؟ ايطاليا رمت على المحله قنبله كفته داوود كده. ما اصل سندوتشات المكرونه ما بتكسبش يعني. يعني كانوا بيضربوا بعض يا اسطى برشاشات مكرونه قلم. بس بيقطعوها في سندوتشات مش كده؟ والله يعني بص هي المحله رمت عليهم رغيف بس الايطاليين عرفوا يتفادوه. اكيد عندهم بيتزا. كان في موتشيكو بيتزا. دول بياكلوا مكرونه جبنه برمجان، دول بياكلوها برغيف.
مثلا عايز مين ايه يكسب؟ الجبنه دي يا صاحبي معلش؟ نوع جبنة كده بتتحط على الوش. يعني ما اعرفوش بس ماشي اللي انت شايفه. ماشي، شغال. بتمشي يعني بتقضي. انا عايز احلق. انا كنت في ريليشن شيب مع حلاق، استمرت 8 سنين. حصل له ايه؟ اختفى. جيت في يوم قلت له يا عم محمد انا هعدي عليك، اروح اخلص لي كام مشوار كده، اقضي لي كام مصلحه واعدي عليك تاني. قال لي خلصان، عدى عليا الساعه 10. عديت عليه الساعه 10 ما لقيتوش. اختفى بقى، ما فتحش تاني من يوم. ولا محل تكييفات. ما شفتش عم محمد جوستني. بدأ يجوست الطيب معايا. اختفى. يعني ما شفتوش، اختفى بمعنى حرف كلمة اختفى. انا الصراحة محبش ادي الحلاق اللي انا بحلق عنده. يعني يمكن زعل عشان كنت بحلق عند ناس غيره لما بلاقيه قافل. ممكن. يعني بس يعني قلت له، يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده، قال لي بس انت بتحلق عند ناس غيري. قلت له ما انت بتحلق لزباين غيري. كانت توكسيك ريليشن شيب حرفيا. واحدة بواحدة، ما تضربنيش في الليالتي بتاعتي بعد اذنك. بس الفكرة ان هو ما كانش ينفع ينفصل بالشكل ده، ده كده عامل جوستنج. عمل جوست الطيب عليا. فاهم؟ ما كانش ينفع. يعني كان ممكن يقول لي انت تستاهل حلاق احسن ليه. انا الحلاق عندي كان بيغني محمد عبد الوهاب، بيغني لمحمد عبد الوهاب وهو بيحلالي. وهو بيحك في كتفك. لا لا الصبر والسائل. لسه مصرش. في كتفك بيغني لك لمحمد عبد. لا لسه مصرش المرحلة دي مرحلة الوحش لسه. عم محمد كان بيحلق لي وبيحكي لي ازاي بيخون مراته، بس هو ازاي بيحبها في نفس الوقت. هو بيحبها بس ده مش يعني فاهم، بس ده مش مبرر عشان ما يخونهاش. معاك حق. ايه العلاقة؟ هو في مبدأ ايه؟ ماشي بمبدأ الزوجة التانية، مش مبدأ الكره. يعني اللقطة كمان في ايه؟ ان هو كان بيحكي لي عن قلة الليالتي عند الستات، اللي هو ما انت عايش عليها. لا ما دول الرجالة اللي هو ايه، انت تشرب سجاير، انا اشرب سجاير انت بتشربيش، انا اشرب انت تشربيش. مثلا يعني في برنامج كده بلايند ديت شو، كانوا عاملين بنفس القناة الشانل دي اساسا، كانوا عاملين حلقة يخلوا الرجالة تحس بالبريود. ده ايه ده؟ والله كانوا عاملين جهاز تخليك تحس بالبريود، ويحطوا لهم الجهاز، وكانوا جايبين ناس وكده، مكاوي باين او مش عارف مين، كان بيحطوا له الجهاز يعني ويحس يعني بالبريود. انا لازم اشوف البتاع ده يا اسطى. بص، عايز تحس فعلا بنفس الاحساس ده، اه اشتغل شغلانه مطالب فيها ان انت تقعد يعني تفضل واقف على رجلك، تحرك في ظهرك حركات غلط، وهتحس بيها. تحس بوجع في رجلك، وجع في فخادك، وجع في ظهرك، اسفل الظهر تحديدا، الحته بتاعت القطنيه دي وانت نازل. فاهمك. وهتحس بتلزيق كمان عشان الجو حر. بس الفكرة الألم بيكون في البطن. برضه لان انت لو شغال انت مش هتاكل. تاكل، تركيزك كله بيبقى منصب على الشغل، فاهم؟ لا ما انت ممكن متاكلش. يا لا حرفيا عايز اقول لك على لقطة ما، بس احنا انا والعيال اللي معايا بعم مينا كلنا بننهار. يعني تقريبا كلنا بناخد اجازات، نعيش مع المنتال بريك داون بتاعنا ونرجع نشتغل تاني. انا باخد الاجازة عشان انام فيها، عشان مش بنام في باقي الايام. تقريبا احنا بناخد الاجازة عشان نقعد نهر. هتتقاضوا معايا تونسوك، فاهم؟ بنقعد نعيط كلنا، عاملين جروب ثيرابي في الشركة، في المحل. يا ريت الشركة. وبنطلع غضبنا بطريقة روشة. ازاي؟ نهين بعض، رجالة في بعض. رجالة في بعض، فنقعد كلنا نهين بعض بقى. ايوه يا اسطى، دي سابتني يا اسطى، عادي يا عم سابتني ده كمان يعني لا يا اسطى دي سابتني حقها. دي شكل واحد شكل واحد يرتبط بيه مثلا يعني وشك ده ولا علبة ورنيش، الحاجات الجميلة اه دي.